بما ان في تجار كتير الفتره اللي فاتت جابوا الشاومي 13 لايت وناس كتير قوي عماله تبعت لي عليه ان احنا نجيبه ولا لا، هل في استفاده من النوتش دي ولا لا. فانا كده هطلع اكلمك وندردش مع بعض، نجيب الموبايل ده ولا لا. يستاهل 18000 جنيه اللي هو معروض بيها دلوقتي، وهو اصلا سعره في حوالي 400 دولار اللي هو المفروض حوالي 12000 جنيه، بس هو بيتباع عندنا في مصر ب 18000 جنيه. فطالما وصلك الفيديو اخبط لايك للفيديو واشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل لي زر الجرس وتعالى. لو انت ناوي تشتري موبايل ده تعالى اقول لك او نعرفك على شويه حاجات تخليك تفكر قبل ما تشتري موبايل. بالمناسبه في شويه حاجات جديده اتضافت في الديسكربشن، اولهم واهمهم قناه التليجرام بتاع العروض اليوميه، بينزل عليها عروض بشكل حصري من اي موقع. انت تبقى قاعد زي البرنس كده وهتلاقي العروض والاوفرز من كل المواقع بتجيلك لغايه عندك. فانت لو عايز تتابع الحاجات دي كلها اشترك في قناه التليجرام. المهم يا سيدي معايا الشاومي 13 لايت. الموبايل ده عامل ضجه ليه؟ عشان عيله ال 13 وموبايل بقى جايب الدي ان ايه بتاع ال 13 او عيله ال 13 اللي هي العيله الاعلى عند شاومي المفروض يعني. بس فين الدي ان ايه بتاع العيله دي انا لا اراه. ده مش اول موبايل من شاومي تعمل فيه اللي هو النوتش اللي هي الدايناميك ايلاند او النوتش العريضه او النوتش الكبيره او الكات اللي في الشاشه زي الايفون. تقليد اعمى، انا ما عنديش مشكله مع التقليد لو انت تعرف تقلد وتاخد الحاجه دي تعمل بيها وظيفه او ميزه او تطلع منها فكره جديده تبقى جامد. لكن انت عشان تاخدها تحطها كمجرد شكل وانا كمستخدم ما استفدتش منها حاجه، بالله عليك ايش استفدت؟ دي البانش هول الدبل اللي مش هينفع اقول عليها دايناميك ايلاند خالص عشان هي مش دايناميك، انا ما استفدتش منها باي حاجه. يعني مثلا مش بتعرض لي نوتيفيكيشن، مش بتعرض لي اي حاجه اتفاعل معاها اصلا، او حتى مثلا بتطلع لي اي حاجه استفيد منها. طيب غير اللي هي مخليه شكل الشاشه سيء جدا بالنسبه لي. ممكن يكون الشكل مش احسن حاجه بس انا مستفيد منها. طلع لي نوتيفيكيشن لما بسمع حاجه مثلا اقدر اضغط عليها تدخلني على التطبيق اللي انا بسمع منه مثلا حاجه او ساوند او فيديو. لو انا مثلا فاتح GPS بيبقى عاملين لي زي اختصار هنا بقدر اتفاعل كده معاها. ولكن البرنس ده شاومي قالت لك تعالى يا ابني كده اعمل لي كاميرتين مش كاميرا واحده، وهنشوف برضو ده عمل ايه في السيلفي هنشوف. وفي نفس الوقت عشان نبقى ماشيين مع الترند الجديد اللي هو الدايناميك ايلاند او الكات الكبير في الشاشه. انا فاكر اول ما طلعت البانش هول دي كنا بنعتب على الشركات لما بيكون البانش هول كبير شويه، يعني اللي هو الدايره قطرها كبير القطع بتاع الكاميرا الاماميه. ما بالك دلوقتي بدل ما انا خليت الخرم مدور كده خليته بيضاوي وطويل وكبير وانا مش مستفيد منه غير اللي هو عامل قطع في الشاشه ومخلي التجربه بتاعتي مش احسن حاجه، مع ان دي واحده من افضل الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها على المحتوى. الشاشه دي اموليد 120 هرتز، بتدعم 78 مليار لون، بتدعم HDR 10 بلس، بتدعم الدولبي فيجن، واحده من انظف الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها، بالاضافه لسطوعها عالي جدا بيوصل ل 1000 نتس. شاشه محترمه جدا بصراحه. كمان شاومي خلت الحواف منحنيه ومكبوبه كده على الاطراف عشان تخلي مسكه الموبايل اسهل. الموبايل بصراحه خفيف وحجمه كويس ومسكته حلوه في الايد، وحتى الشاشه دي 6.55 انش برضه حجمها مش صغير، بس بسبب الانحناءات دي خلت مسكه الموبايل حلوه في الايد. مسكه الموبايل بصراحه سهله جدا، وده بسبب برضه البطاريه اللي هي تعتبر مش كبيره 4500 ملي امبير، ودي هنتكلم عنها كمان شويه. الموبايل بصراحه حلو جدا، بس زي ما قلت لك انا مش شايف اي دي ان ايه فيه من عائله ال 13. حتى الشكل بتاع الكاميرا اللي ورا كان مربع، هنا خلوه مستطيل زي السنه اللي فاتت، زي عيله ال 12 زي الشاومي 12 بتاع السنه اللي فاتت. المهم الظهر من الازاز، الوش من الازاز، لكن الفريم من البلاستيك، وانا ما عنديش مشكله مع الحوار ده بصراحه. الفريم بلاستيك بالنسبه لي يعني بيمتص شويه الصدمه لما الموبايل يقع، يعني بيقلل شويه من حده الصدمه اللي هتوصل للشاشه. ده بالنسبه لي، ده رايي الشخصي. انت بقى بتحب المعدن الكلام ده، دي حاجات اراء شخصيه. انا بالنسبه لي مثلا قط زي ده مش عيب، بس اللي هو انا مش مستفيد منه بحاجه، ليه اصلا يكون موجود؟ بصراحه شكل الموبايل بصراحه شكله شيك، هو شكله حلو، بس اول ما عينك تقع على الحته دي ايه ده؟ بما ان الشاشه هنا امرت فانا عندك بصمه تحت الشاشه، البصمه طلقه بصراحه حلوه جدا، وهي ما بتجليش بصراحه، هي بس تحط ايدك عليها صح هي مش هتجلي، فده شيء كويس. طبعا الموبايل بيجي MIUI 14 او ما طلعه من العلبه، وكمان بيجي مع اندرويد 12 مش 13، مش عارف ليه بس اتس اوكي، جايز مع الوقت هيجي له 13. تخلي شكل الايقونات كده تحس اللي هو ايفون في نفسه، يعني انت ممكن لو ظبطت الموبايل ده شويه تحسه اللي هو ايفون فعلا، بس هيكون طويل شويه. الموبايل سلس جدا، وده بسبب السبيكس اللي جايه بيه اللي هو سناب دراجون 7 جين 1، معالج محترم جدا 4 نانومتر، موفر جدا في البطاريه ومش بيطلع حراره كتير. ده غير اداؤه في الالعاب اللي هتشوفه دلوقتي جامد، بالاضافه النسخه اللي معايا 256 جيجا و8 جيجا رام، فالموبايل بصراحه طلقه. تجربه الاداء على PUBG الموبايل بيقدر يشغل لغايه HDR مع اكسترا فريم ريت اللي هو بيوصل لحوالي 60 فريم. ممكن تقلل الكواليتي سموث وتاخد فريم ريت اعلى، بس هو الموبايل مش بيوصل ل 90 فريم. 90 فريم مش مفتوح على الموبايل ده بما ان المعالج ده لسه جديد شويه، بس انت واخد 60 فريم ثابتين الموبايل مش بيقل عنهم. تجربه اداء تحفه. جربت بقى عليه كذا لعبه، كمان كان في لعبه ثانيه اسمها لوست ان بلو، وفي كمان وور روبوت. بصراحه شويه العاب كده جديده بس لكم اللينكات بتاعتهم، بصراحه لازم تجربوهم. تجربه الموبايل فعلا استثنائيه حلوه جدا. الموبايل طياره، انت برده مش دافع حاجه قليله. الموبايل اقل نسخه منه ب 400 دولار اللي هو المفروض 12000 جنيه، والنسخه الاعلى ال 256 و8 ب 440 دولار اللي هو حوالي 14000 جنيه او 13000 جنيه وشويه، ده المفروض. بس طبعا عقبال ما بيوصل عندنا مصر تحس ان الموبايل بينط كده 5000 6000 جنيه. طبعا شحن وجمارك ومكسب التجار او التاجر اللي بيبيع لك الموبايل ده، اكيد كل الحاجات دي بتزود سعر الموبايل. كلمني عن الكاميرات او الكاميرتين السيلفي دول. كاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل وجنبها كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل مسؤول عن العزل عشان تطلع لك صور بورتريه حلوه، مع ان احنا من زمان خلاص اتعودنا على ان هي كاميرا سيلفي واحده والسوفت وير بيظبط نفسه كده ويحاول يعزل لك على الباك جراوند ويطلع لك صور بوضع بورتريه. وكان السوفت وير تطور ووصل لدرجات يعني جامده جدا ان هو مش
مش محتاجين كاميرا ثانيه، هنعمل الفتحه دي كده ونسيبها من غير كاميرا، نحط لك كاميرا ثانيه زياده وخلاص. وتجربه التصوير مش هقول لك وحشه، الموبايل بيطلع صور حلوه قوي، بس في ظروف اضاءه حلوه. حط الموبايل في ظروف اضاءه كويسه واضاءه حلوه هيطلع لك صور بورتريه جامده جدا، وصور بالوضع العادي جامده جدا. روح بقى لاضاءه يعني ضعيفه شويه، هتبتدي بقى النويز ترجع تاني، اللي هو نرجع تاني لنفس نقطه شاومي في السيلفي، النويز اللي هو برده السوفت وير برده مش بيعرف يتعامل قوي مع حته الاضاءه الخفيفه دي او الاضاءه الضعيفه. نيجي بقى للكاميرا الخلفيه، الثلاث كاميرات، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحت عدسه 1.8، وكاميرا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا 2 ميجا بكسل عشان العزل. الكاميرا بقى الخلفيه بتطلع صور تحفه. ظروف بقى اضاءه ضعيفه، الظروف اضاءه عاليه، بصراحه فعلا السوفت وير بيعدل شويه تعديلات كده بصراحه عجباني جدا. على الكام صوره اللي انا لقطتها هنا في الاندور او جوه البيت، بصراحه الموبايل كان بيطلع صور حلوه جدا، بيعدل حلو قوي. وكمان في الاضاءات لما بيكون كده اضاءه في الصوره وفي الوان في الصوره بيلونها كده، بصراحه كان عاجبني جدا. فالكاميرا الخلفيه ما تقلقش منها خالص. وكمان الموبايل بيقدر يصور لغايه 4K مع 30 فريم، فلو احتجته في تصوير فيديو هيسد معاك كويس. وكمان في مثبت الكتروني بيثبت الفيديو، فما تقلقش من الاهتزازات لو انت مثلا بتصور وانت ماشي. من الحاجات اللي انا مبسوط اللي هي لسه شاومي محافظه عليها ان العلبه، بص اولا هتعرفها من بره، بص العلبه قد ايه، يعني معناه ان في شاحن، هتلاقي كفر، هتلاقي الحاجات دي. شاومي لسه محافظه على الاساسيات دي، ولسه ما راحتش في اتجاه اللي انا هقلد كمان العلبه، مش هقلد بس القطع اللي في الشاشه، لا انا هقلد كمان علبه ابل اللي هتلاقيها قد كده. فلسه في العلبه هتلاقي شاحن 67 واط بيشحن الموبايل 100% في 40 دقيقه. البطاريه هنا 4500 ملي امبير، طبعا هي اقل من المعتاد عن شاومي، دايما بنشوف 5000، بس انا ما عنديش مشكله قوي معاها طالما المعالج مش بيستهلك طاقه كتير، وفي نفس الوقت معايا شاحن سريع، فدي مش ازمه. كمان عشان اخلي الموبايل حجمه صغير وسمكه رفيع وكمان وزنه قليل، فاكيد ليها امتيازات. برده كمان من الحاجات اللي احنا نخسرها مع السمك الرفيع ده ان مفيش مدخل 3.5 مللي ولا من فوق ولا من تحت، بس في حاجات مثلا ما ينفعش استغنى عنها زي مثلا المايك الثاني للعزل الضوضاء. عندك كمان انفراريد بورت، بس حد واخد باله ان مفيش اي مخرج سماعات هنا او اي خرام بتاع سبيكر، وده عشان للاسف شاومي استغنت في الموبايل ده عن الدول سبيكر. انا بالنسبه لي بصراحه مش ازمه طالما صوت الموبايل عالي، وهنا صوت الموبايل عالي، يعني هنا سماعه مونو بس صوتها عالي، مش هعرف اخدها عيب عليه قوي. يعني انا بالنسبه لي طالما صوت الموبايل عالي خلاص انا مش ازمه. لو انا قسمت صوت الموبايل من هنا ومن هنا ما ممكن اوجهه كله في حته واحده، مش ازمه بالنسبه لي انا كبيتر يعني. لكن لما بيكون صوت الموبايل واطي دي ملحوظه مهمه، لان انا ببقى مش سامع صوت الموبايل. انا طالما سامع صوت الموبايل كويس وطالع صوت نقي، وهنا كمان في تقنيه الدولبي اتموس، فالصوت طالع كويس تربل وبيز وكل حاجه تمام، فمش مشكله بقى مونو ستيريو، اهم حاجه صوت كويس. ده وجهه نظري الشخصيه يعني. طب الملخص المفيد كده، بص اجيب الموبايل ده ولا لا؟ بص بصراحه عندي احاسيس متضاربه كده تجاه الموبايل ده. الموبايل ده فيه حاجات حلوه جامده جدا، بس في كام حاجه كده شوهت التجربه، زي مثلا القطع ده مش عاجبني، مش مريحني. حتى الالعاب هتلاقيها بتقف لغايه هنا يعني، فانت عندك جزء من الشاشه انا مش مستفيد منه بحاجه، فالموضوع محير جدا بصراحه. ففعلا ما كانش ليها اي 30 لازمه يعني. انا حطيت كاميرتين ما استفدتش منهم بحاجه، وقلت مثلا الصور هتتحسن مثلا في اضاءه ضعيفه، ما اتحسنتش. هي الصور بورتريه طالعه كويسه، طب بس ماشي، ما كانت بتطلع كويسه برده الاول، ما ارتحتش لهذا الشكل. بس الشاشه تحفه، الشاشه كسطوع، ككواليتي الوان، ك 120 هرتز ونعومه كده في النظام وتقليب، الشاشه تحفه ماديه غرضها وزياده. لكن شاومي ضافت بصمه كده انا مش عارف اعديها يعني. قلت مثلا هلاقي النوتش دي بتنور مثلا او حاجه بتظهر حواليها، ممكن تستفيد من الحاجات دي، بس بثيرد بارتي ابس اللي هي تنزل ابلكيشن يعمل لك الوظيفه دي. فطبعا الابلكيشن دي مش زي ما يكون الحاجه دي مزروعه في السوفت وير. الابلكيشن دي هتستهلك بطاريه بزياده، كمان ممكن ما تكونش شغاله يعني 100% صح او بشكل مظبوط، فمش هتبقى افضل حاجه. طب انا ممكن ازرعها في النظام نوتش وعملتها وبتاع، ممكن اخليها تنور مثلا وتعمل لي نوتيفيكيشن، تطلع لي مثلا رساله مثلا كده لما يجي لي اشعار من اي حاجه. يا اخي ادينا اي حاجه بقى. تجربه الموبايل كاوفر اول، الموبايل بصراحه ممتاز. لو انت عاجبك الشكل والحجم وعايز موبايل سلس صغير مش حجمه كبير، مسكته سهله وصغيره كده وكيرف، عشان مثلا انا من معجبين الشاشه كيرف. ليها ضريبه ان هي وقعتها بتبقى سخيفه، تبقى معرض لان الموبايل او شاشته تتكسر بشكل اسهل من الشاشه الفلات. انت عندك صحيح هنا كورنينج جوريلا جلاس 5 من قدام ومن ورا، بس هي بتبقى معرضه اكتر ان هي تتكسر، هي ضريبه للشكل. وطبعا انت لو استخدمت كفر كويس مع الموبايل تستبعد شويه الموضوع ده، فالحاجات دي لازم تحطها في حسبانك كويس. البطاريه زي ما قلت لك ما عنديش ازمه معاها طالما في شاحن سريع في العلبه والبطاريه مش بتستهلك كتير، الموضوع ده ما تقلقش منه. برده الاستيريو سبيكر ما تقلقش منه، بالنسبه لي مش ازمه. في حاجه مهمه صح نسيت اقول لك عليها، حطوا بروكسيميتي سنسور. ازاي نسيت دي؟ في بروكسيميتي سنسور في الموبايل ده، بروكسيميتي سنسور فعلي مش سوفت وير، فده شيء كويس. الموبايل يستاهل ولا لا؟ بصراحه يستاهل سعره لو انت جبته من بره مصر على طول وحد جابه لك من غير بقى الاوفرات اللي عماله تحصل دي او الفلوس الزياده اللي انت ممكن تدفعها. فانت فكر في اللي انا قلته ده واحسبها صح، وشوف الحاجات دي هتتوائم معاك وهتناسبك ولا لا. والله مش هتناسبك خلاص فاكس فوقك من الموبايل ده. وفي منافس تاني للموبايل ده في نفس الفئه السعريه تقريبا او اغلى منه بحاجه بسيطه، استنى الفيديو بتاعه نازل بعد الفيديو ده على طول. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تتفرج عليه. بس يا معلم انا كده خلصت. لو عجبك الفيديو يساعدك ان انت تفكر تشتري الموبايل ده او لا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك بقى في القناه وتفعل لي زر الجرس. اهم حاجه تفعل زر الجرس على اول، اللي هيجي لك كل الاشعارات اول ما برفع فيديو جديد يوصل لك اشعار عشان تدخل تتفرج ونروق على بعض. بس يا معلم وكده نكون خلصت، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.